نظمت مساء يوم الاثنين الأول من ديسمبر أمسية فكرية عبر تطبيق زوم، خصصت لمناقشة إحدى القضايا الوطنية البارزة تحت عنوان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية 50 سنة بين نهب الثروات الإقليمية وقمع المدنيين الصحراويين. افتتحت الندوة الافتراضية بكلمة ألقاها الأخ عبد الله سويلم المكلف بشؤون الأرض المحتلة. رحب فيها بالحضور الكرام، وأكد أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على جذور الصراع ومساره، مشيرا إلى جملة من الضوابط التنظيمية التي تساهم في حسن سير المحاضرة. أعقب ذلك تقديم تمهيدي سلط فيه الضوء على ملامح موضوع الأمسية، قبل الانتقال إلى التعريف بضيف اللقاء الأخ ببشراي البشير، المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية ورئيس لجنة العمل الوطنية المكلفة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، وأحد الشخصيات الوطنية البارزة في الحقلين الدبلوماسي والفكري. في مداخلته قدم ببشرايا قراءة معمقة لمسار الاحتلال المغربي خلال 5 عقود، مركزا على سياسة النهب الممنهج للثروات الطبيعية وما رافقها من قمع وانتهاكات لحقوق المدنيين الصحراويين، كما توقف عند الأبعاد القانونية والسياسية للنزاع. على كل حال، موضوع الثروات الطبيعيه اولا خالق في سياق الحق في تقرير المصير بحد ذاته، لانه تعرفوا على انه هاي اللائحه 15 14 سنه 1960 اللي تشكل دائما هي الاطار القانوني والاطار الاممي للنزاع في الصحراء الغربيه وموضوع تصفيه الاستعمار. ولكن الموضوع في الحق في تقرير المصير، مساله الثروات الطبيعيه، يعني هذا الحق في القانون الدولي متكون اساسا من 4 مكونات رئيسيه. المكون الأول هو الوحدة الترابية للإقليم المعني بتقرير المصير. المكون الثاني هو وحدة الشعب المعني بالحق في تقرير المصير. المسألة الثالثة هو سيادة هذا الشعب على ثرواته الطبيعية، وبطبيعة الحال النقطة الرابعة هي إمكان حقه في اتخاذ القرار من أجل تحديد الوضع النهائي للإقليم. وبالتالي يعني موضوع الثروات، السيادة على الثروات الطبيعية، موضوع موجود في صلب الكفاح من أجل إقرار الحق في تقرير المصير. عقب المحاضرة فتح باب النقاش أمام الحضور الذين طرحوا أسئلتهم ومداخلاتهم عبر خاصية رفع اليد أو صندوق الدردشة، وتميزت التدخلات بالوجازة والدقة، مما أتاح الفرصة لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى. وفي ختام الأمسية عبر الأخ عبد الله سويلم باسم اللجنة المنظمة عن خالص الشكر والتقدير للمحاضر على ما قدم من تحليل ومعطيات، مثمنا تفاعل الحضور ومشاركتهم الفاعلة، ومؤكدا أن مثل هذه المبادرات تساهم في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز مسيرة الكفاح في سبيل الحرية والاستقلال. حياة خطري، العيون المحتلة.